VVT، VVTi، فيتك، ومسميات تانية كتير تحس ان شركات العربيات بتطلعها عشان تلخبطنا، لكن فكرة العمل واحدة. انا خالد البيومي من البيومي اوتوموتيف، يلا بينا. مواتير العربيات نوعين، نوع بياخد بنزين قليل ويديك قصاد كده قوة متواضعة وبنقول على الموتور ده ان هو موتور اقتصادي. تاني نوع من المواتير الموتور بياخد بنزين كتير ومقابل كده بيديك قدامه قوة. لكن ان في موتور يجمع النوعين دي مع بعض، دي اللي كانت في وقتها جديدة شوية. النهارده هنتكلم عن ال VVT. قبل ما اشرح لك يعني ايه VVT، عايزك تبقى عارف معلومتين مهمين. اول معلومة، هو موتور العربية عبارة عن ترمبة بياخد بنزين وهواء، كل ما تديله بنزين وهواء يديك قوة اكتر. تاني معلومة لازم تبقى عارفها، وهو ان موتور العربية او الاحتراق اللي بيتم داخل سلندر العربية بيتم خلال 4 اشواط او بنقول عليه 4 ستروك. ايه بقى الفور ستروك ده؟ اول مرحلة او اول شوط بيتم من خلال دخول الهواء والبنزين من خلال فتحة او صمام بنقول عليه انتيك فالف او صمام الهواء والبنزين. في الوقت اللي بيفتح فيه صمام الهواء والبنزين او اللي هو الانتيك فالف علشان يسمح بدخول الهواء والبنزين داخل السلندر، البستون بيكون في اخفض نقطة موجودة في السلندر اللي هي النقطة الميتة او بنقول عليها البوتوم ديد سنتر. يجي بعد كده تاني شوط، وهو ان البستون يبدأ يطلع لفوق علشان يضغط مخلوط الهواء والبنزين اللي بيكون نسبته 1 جزيء بنزين قدام 14.7 جزيء هواء. نيجي بقى لتالت شوط، وهو ان بعد ما المخلوط بتاع البنزين والهواء اتضغط، بيبدأ بقى دور البوجيه يجي ان هو يطلع شرارة او السبارك بلاجز يطلع شرارة علشان يعمل انفجار للمخلوط ده ويدفع البستون ان هو ينزل تاني لتحت وعمود الكرنك يتحرك وهنتكلم عليه دلوقتي. بعد كده البستون يبدأ ان هو يطلع تاني علشان يخرج او يطرد العادم من خلال صمام العادم او الاكزوست فالف، وهكذا بتتكرر نفس الاشواط الاربعه خلال كل سلندرات الموتور. طيب نيجي بقى للسؤال المهم، هو مين بيحرك اصلا صمامات الهواء والبنزين يخليهم يفتحوا ويقفلوا، ومين اللي بيحرك البستون طالع ونازل؟ اللي بيسمح بحركة صمامات الهواء والعادم ويخليهم يفتحوا ويقفلوا هو عمود اسمه عمود الكامة، وده بيبقى موجود أعلى الموتور. اللي بيسمح بقى بحركة البستون طالع ونازل هو عمود تاني اسمه عمود الكرنك، وده بيبقى موجود أسفل الموتور. طيب تعال نشوفهم مع بعض. تعال نشيل ونفضي كل الزحمة دي كده. شايف الثلاث بكرات دول؟ سيبك من البكرتين اللي فوق، انا عايزك تركز على البكره اللي تحت. البكره اللي تحت دي هي عمود الكرنك. عمود الكرنك ده هو اللي بيبقى شايل البستون عشان تطلع وتنزل. انا كل اللي يهمني من الموضوع ده هو عمود الكامه. عمود الكامه هو عباره عن عمود بيبقى عليه حلقات بيضاويه. الحلقات البيضاويه الشكل دي لما بتبدا ان هي تلف بتدفع صمام الهواء والبنزين لتحت علشان الهواء والبنزين يدخلوا جوه السلندر. بعد كده الحلقات دي بتفضل تلف علشان تزق او تدفع صمام العادم لتحت عشان يخرج العادم من السلندر. تعال بقى نرجع لموضوعنا الأساسي عشان تفهم ليه المقدمة الطويلة دي. VVT أو VVTi أو فيتك هي اختصار لكلمة Variable Valve Timing، صمام متغير التوقيت. طيب ايه بقى قصة الصمام متغير التوقيت ده؟ وبدأ امتى ومين الشركة اللي اخترعتها وايه فكرة عمل التقنية دي؟ انا عايز اقولك ان الفكرة دي بدأت اصلا في شركة فيات، بعد كده اخدتها شركة هوندا حطتها في مواترها وطورتها وخلتها احسن بكتير. جت بعد كده شركة هيونداي وشركات تانية كتير بدأت تحطها في عربياتها. ايه بقى فكرة عمل ال VVT؟ انا قلت عشان عملية الاحتراق تتم انت محتاج عاملين مهمين، بنزين وهواء. خلينا بقى في تاني عامل، هو عامل الهواء. الموتور اللي بيبقى فيه تقنية ال VVT بيكون عمود الكامة بتاعه فيه حلقتين بيضاويتين او عليه حلقتين بيضاويتين لكل صمام، حلقة بيضاوية أولى وحلقة بيضاوية تانية بيكون قطرها أكبر حبتين من الحلقة البيضاوية الأولى. طب امتى الحلقة البيضاوية الأولى دي بتشتغل والحلقة البيضاوية التانية اللي بيكون قطرها أكبر حبتين هي اللي بتشتغل؟ الحلقة البيضاوية الأولى اللي هي بتكون قطرها صغير هي اللي بتشتغل في حالة السواقة العادية. طب امتى بقى الحلقة البيضاوية اللي هي قطرها أكبر شوية هي اللي بتشتغل؟ اول ما كنترول العربيه او كمبيوتر العربيه بيحس ان انت بتدوس في العربيه او محتاج تسارع،
بيبدأ عمود الكرنك يتحرك بحيث يخلي الحلقة البيضاوية اللي قطرها أكبر هي اللي قصاد الصمام الهواء وصمام العادم. طب ده بقى هيفيدني في ايه لما صمام الهواء اللي يفتحه حلقة بيضاوية قطرها أكبر؟ كل ما الحلقة البيضاوية دي قطرها يكبر كل ما يسمح لصمام الهواء ان يفتح اكبر وقت ممكن، علشان يسمح بدخول كم كبير جدا من الهواء والبنزين داخل غرفة الاحتراق، ويحصل عملية احتراق بشكل كبير. وفي نفس الوقت برضو صمام العادم يفتح اكبر وقت ممكن علشان يسمح ان اكبر قدر ممكن من العادم يخرج. لان زي ما قلت لك في اول الحلقة ان موتور العربية ده عامل زي الترومبة، كل ما تديله هوا كتير وبنزين كتير كل ما يديك قوة اكتر. طب النقطة بقى المهمة هنا، هو ازاي عمود الكامة بيتحرك؟ عمود الكامة بيتحرك عن طريق ضغط الزيت، عن طريق او من خلال قطعة اسمها السونولايد. السونولايد دي هي بتضغط الزيت حوالين عمود الكامة بحيث ان هو يتحرك ويخلي صمام الهواء والعادم اللي يفتحهم او اللي ينزلهم لتحت الحلقة البيضاوية اللي قطرها كبير. ايه بقى مميزات الفي في تي؟ مميزات الفي في تي ان هو بيوفر بنزين. تاني حاجة بيبقى عزم وقوة واضحين جدا خصوصا في عدد لفات الموتور او الار بي ام المنخفض. والمواتير اللي بيبقى فيها في في تي دي بتبقى قابلة للتعديل بشكل كبير جدا. هي بقى عيوب الفي في تي، عيوب الفي في تي حاجة واحدة بس. انا زي ما قلت لك عشان عمود الكامة يتحرك ويخلي الحلقات البيضاوية اللي قطرها اكبر هي اللي تفتح صمام الهواء والعادم، انت محتاج ضغط زيت حوالين عمود الكامة. طيب قطعة ايه بقى اللي بتعمل ضغط الزيت؟ قطعة اسمها السونولايد. قطعة السونولايد دي بتشتغل من خلال الزيت بتاع الموتور. بسبب الشوائب اللي بتبقى موجودة في زيت الموتور بتخلي المرشحات اللي موجودة جوه قطعة السونولايد دي تتسد، وبتحتاج ان انت من كل فترة وفترة بتروح تغير قطعة السونولايد دي او تنظفها. فالتقنية بتاعة الفي في تي ما بتشتغلش بكل كفاءتها. وبس كده، دي كانت حلقتنا النهاردة عن مواتير الفي في تي. متنساش تعمل لايك لو الفيديو عجبك او محتوى القناة عجبك بشكل عام، ومتنساش برضو تعمل فولو على الانستجرام علشان تتابع كل جديد. الف شكر يا باشا على المتابعة. السلام عليكم.